السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحب الصيف. لا أنا بحب الشتاء. عارفين بقى إن الربيع أحلى بكتير. اختلاف بشكل مستمر بينك وبين صحابك على مين بيحب الشتاء أكتر ومين بيحب الصيف أكتر ومين نفسه يبقى السنة كلها ربيع. بس ما سألناش نفسنا قبل كده إزاي السنة فصولها بتتغير وليه ما تبقاش كلها فصل واحد بس. ده اللي احنا هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس في البداية ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. جاهزين؟ يلا بينا. فصول السنة هي العامل الأساسي في نمو النباتات والفاكهة، واللي دايما في فاكهة وأعشاب صيفية بتتزرع في فصل الصيف، وفي فاكهة وأعشاب شتوية بتتزرع في فصل الشتاء. وزي ما بنشوف إن في الخريف بيتساقط أوراق الشجر، على عكس فصل الربيع اللي بتبتدي الأشجار إنها تثمر فيه من أول وجديد. وإن السنة مقسومة إلى 4 فصول، هما صيف وخريف وشتاء وربيع بالترتيب ده، ومش صيف وشتاء بس زي ما احنا فاهمين. وكل فصل فيهم بياخد 3 شهور في السنة. بس برضه لسه موجود نفس السؤال، إزاي السنة فيها 4 فصول ومش كلها فصل واحد؟ وإزاي الفصول دي بتتغير؟ الأرض بتدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، وده اللي بينتج عنه عملية الليل والنهار. وبتدور حول الشمس مرة كل 365 يوم، وفي حلقة كاملة عن الموضوع ده ممكن تشوفوها. الدورة اللي بتاخدها الأرض حول الشمس بيبقى فيها جانب ظاهر للشمس بشكل كامل، وده اللي الوقت فيه بيبقى حر، على عكس الجانب التاني اللي بيبقى مش ظاهر للشمس، الجو فيه بيبقى برد. تقول لي كده إن نص السنة الشمس بتبقى مشرقة فيه والنص التاني كله بيبقى ليل. أحب أقول لك لأ، لأن قايل لك فوق إن الشمس بتدور دورة كاملة حول نفسها كل يوم، وده اللي بسببه يحصل الليل والنهار. بمعنى أدق، لما بيميل القطب الشمالي نحو الشمس بيكون الصيف في نص الكرة الشمالي، وبالتالي بتتلقى الأرض ضوء شمس مباشر أكتر، وده بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. ولما بيميل القطب الشمالي بعيد عن الشمس بيكون الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وده لأن الأرض بتتلقى ضوء شمس مباشر، وده بيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة. أما عن الربيع والخريف فدول بيحدثوا لما بيكون محور الأرض بزاوية بين القطبين. في الوقت ده بتتلقى الأرض كمية متساوية من ضوء الشمس مباشر على مدار السنة، ومن خلاله بيحصل الربيع والخريف. وبكده تكون حلقتنا خلصت. في النهاية ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.